واش الإنسانية في خطر مع خروج الأبل فيجن برو؟ اليوم سأريكم ما أراه داخل نظارة أبل بالضبط وكأنكم معي. تاريخ المنتخب الاردني واللي كان الحسين عموته صمكو في التيران وجرى عليه من المنتخب كيخرج حوار مع قناه اردنيه وكيقول هذه الهضره الاعلام الاردني، ولكن عموته ما عطلوش. المسؤول دائما تيكون هو المدرب، لو الخطط التكتيكيه مش صحيحه، لو التغييرات، لو السيستم مش هو هذا، ولما الفريق تيفوز تيقولوا لا الروح القتاليه هي اللي فوزت الفريق، يعني مع الاسف. بقى انت يا ابو النيف وراجل تعال، ولكن وانت جاي نصيحه انتم مدعوون للعشاء فورا في فندق شيراتون. العشاء بشيراتون. وعندك تاني هذا المتحف اللي بزاف شباب الزخرفه فيه والديكور توب. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. نظارة ابل تصل الى المغرب قبل اوروبا. واش الإنسانية في خطر مع خروج الأبل فيجن برو؟ كيف ما غادي تكونوا شفتوا ابل خرجات اخر جادجيت ديالهم الابل فيجن برو، وكنعرفوا كاملين ان ابل فاش تخرج شي برودوي كيولي مين ستريم وكيتطلع، وكنظن غادي نشوفوها مع الابل فيجن برو حتى هو. والا ولا كلشي لابسها وما كيحيدهاش، واش هادشي غادي ياثر علينا حنا كبشر؟ واش غادي نوليو ديكونيكتين كل واحد دايرها وعايش في العالم ديالو بحال داكشي اللي تخيلات الرسوم المتحركه ديال سيمبسونز في 2016؟ يلا 3 ايام هادي باش خرج هذا البرودوي هذا، وديجا تنشوفوا شي حوايج اللي فريمون كيخلعوا. ها اللي دايرها وغادي سايق في الطوموبيل، ها اللي دايرها وجالس وسط المترو خدام وما مسوقش شنو داير به، ها اللي لابسها وغادي في الزنقه عادي. ولكن هاد خونا اللي غتشوفوا دابا مشى بعيد وما خلى لهم ما يقولوا. الحماق. واش هذه البدايه ديال واحد الترند جديده فين كل شيء داير هذا العجب هذا وعايش في العالم ديالو ما مسوقش، بحال داكشي اللي شفنا في الفيلم ديال ريدي بلاير 1؟ اشنو بان لكم؟ كتبوا لي الراي ديالكم في التعاليق. اليوم سأريكم ما أراه داخل نظارة أبل بالضبط وكأنكم معي. مبدئيا أنت ترى عالمك حولك عبر كاميرات هذه النظارة. الآن عند الضغط على هذا الزر تظهر أمامي أيقونات التطبيقات. لنقل أني أريد أن أفتح سفاري، سأنظر إليه ثم أفتحه بهذه الطريقة. هذه النافذة عائمة في الهواء وواضحة جدا أمامي وكأنها شاشة موجودة بالفعل. بإمكاني أن أغير مكانها عبر النظر إلى الشريط في الأسفل، ثم ضم إصبعي هكذا وأضعها هنا مثلا. سأظهر التطبيقات مرة أخرى، ثم سأفتح الملاحظات. سأمسك بالنافذة وأضعها على الجدار. حجمها كبير نوعا ما، سأنظر إلى زاوية النافذة ثم أصغر بهذا الشكل. لنذهب إلى هذا الممر مثلا، أفتح التطبيقات، سأمرر إلى التطبيقات الأخرى، أفتح تطبيق التلميحات، سأمسك به هكذا وأضعه على هذا الجدار. لاحظوا الآن أنه مهما تحركت في هذا البيت وعدت إلى المكان الأول ما زال سفاري هنا في المكان نفسه وملاحظاته هناك، وحتى تطبيق التلميحات ما زال في المكان نفسه وسأراه بوضوح عندما أقف أمامه بالطريقة نفسها. إذن أنت تحمل كمبيوتر على رأسك يحول المكان حولك إلى بيئة تفاعلية تفتح فيها عشرات النوافذ والتطبيقات. بإمكانك أن تفتح هذه الشاشات في بيئتك المحيطة، أو بإمكانك أن تعزل نفسك تماما وتنتقل إلى عالم آخر. أظن أن العالم الثلجي أجمل. المستقبل مبهر مع هذه التقنية، وافتح الآفاق لخيالك. هذا هو المستقبل. الان كنشوفوه غريب جدا، ولكن من هنا لواحد 5 سنين او 10 سنين تقريبا هيبان لينا عادي. فما تنساوش تدعموا الفيديو بجنب باش تبانوا كوموندي الناس الاخرين، كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليق. نمروا الان الى الاسد المغربي وكان الحسين عموته. بالتوفيق للأسد المغربي الحسين عموته. انا لا افضل ان اتكلم على نفسي ولا اريد ان اقارن باي مدرب. الحسين عموته يصدم الأعداء. يجي تعرف شنو واقع مع حسين عموته 24 ساعه قبل نهائي كاس اسيا. حمزه الدردور الهداف التاريخي للمنتخب الاردني واللي كان حسين عموته صمكو في التيران وجرى عليه من المنتخب كيخرج حوار مع قناه اردنيه وكيقول هذه الهضره. فدائما بقى كل اللاعبين بدون استثناء كنا تفكيرنا ان نصل ادوار متقدمه. ايمان بقدراتكم انتم كلاعبين انه احنا راح نصل للنهائي. قبل المباراه كنا نتجمع احنا كلاعبين. خونا بكل وقاحه جاه للخدمه. الحسين نقص منه وبغى يفهمنا باللي الفينال كاس اسيا وصلوا ليه بمجهود اللعابه، العزيمه والكلام بيناتهم. السيد ما فراسوش باللي الالقاب كتجيب الخدمه، وباللي ديك العزيمه ديالو الا ما تحطاتش في اطار تقني وتكتيكي صحيح راها مساويه تبصله، والا كان العكس يجي يقنعنا علاش البطولات السابقه ما طفروش. وهي الاشاره هذه الهضره دايره عند الاعلام الاردني،
ولكن تعموتها ما عطلوهمش. المسؤول دائما تيكون هو المدرب، لو الخطط التكتيكيه مش صحيحه، لو التغييرات، لو السيستم مش هو هذا، ولما الفريق تيفوز تيقولوا لا الروح القتاليه هي اللي فوزت الفريق. يعني مع الاسف اليوم المجموعه ديالنا قامت بما هو المطلوب، وهذا ما قمنا به فهو واجب اول حاجه قبل ما يكون تحدي يعني اللي هو شخصي. نحن يعني نشتغل بنفس الحماس بنفس الجديه. الحمد لله انه في هذه المرحله هذه الجديه ديال المجموعه كلها عطاتنا هذه النتيجه. تنتمنى انه يعني هذه الجديه تستمر لابعد يعني الحدود. الاسد المغربي الحسين عموته ذو شخصيه قويه وكاريزما، نتمنوا له التوفيق للمنتخب الاردني في نهايه كاس اسيا. ونمر الان الى المصري الذي بهدل الجزائر. بقى انت يا ابو النيف هتيجي المغرب عشان تشوف واحده ماشيه فتاخدها قدام اخوها وهو والله ما هيهدر معاك؟ قالوا لك كده في الجزائر، او انت بتقنع الناس اللي متابعاك في الجزائر انك تيجي المغرب تاخد واحده ماشيه قدام عيلتها واهلها وما حد هيهدر معاك؟ دول انك جاي في تنظيم افريقيا اللي جايه في المغرب، انت هتيجي والله احنا مستنيينك، احنا هنتسناك، تعالى وراجل تعال. ولكن وانت جاي نصيحه، هنا ما تخافش، هنا ناس محترم. في المغرب في ناس محترم والناس كلها محترمه بفضل الله. بقى يا راجل يا مهزأ يا عديم الاحترام يا قليل الادب، بتحكي على دوله كامله بحال المملكه المغربيه تقول انه فيها ده الوضع، وكده بتقول خوا ايش من خوا، الله ينتقم منك ومن امثالك. كده بتعملوا الفتنه ما بين الشعوب، وبعد كده لما تيجي ترد على امثال هؤلاء يقول لك طب انت بتدير الفتنه ليه؟ بانك راجل ومعاه جيش من المرددين وراه. بقى انت راجل وهتيجي المغرب، يعني هتيجي انت بتراهن على كرم ضيافه المغاربه، انت بتراهن على الاخلاق اللي هنا، انك تقول اكيد بعد ما شتمت وسبيت وبهدلت الدنيا وقليت ادبي لو جيت اقول سامحوني هيسامحوك. انا عارف ان ده ممكن يحصل لانه الناس هنا خلوقه زياده، انا فاهم ده، بس انت رحت في حتت تانية، رحت في حتت فيها اعراض وشرف وكرامه بجد. وقالها كده يعني. مش هنشر الفيديو بتاعه، انا في حاجه بتدعو للقرف هذا النيف. ف بقى يعني انت جاي المغرب يعني خلاص بقى انت ماشي كده في اللي هتعجبك هتختارها، اخوها واقف يقول لك ولا هيسأل. مفيش اي منطق لانتشار الاخلاق القذرة دي في دماغكم غير ان ده حاصل عندك. اخوك العسكري لما ضرب لك الطوموبيل عندك ما احناش ناسيين لما كنت بتبكي ما انتش لاقي حد ينقذك. ما اقدرش اجزم بصحة رواية فقيه الدوار، بس اخلاقك وانت كبير بتقول ان ما كانش فقيه دوار بس، ده كان في حاجات تانية. راجل تعال، الفيديوهات موجودة والناس تبارك الله مشكورين حافظينها عندهم. تعالى في كاس افريقيا اللي هتتنظم في 2025، الحمد لله احنا في شهر فبراير اهوت 2024 قربنا. كون راجل وكون قد كلامك مرة وتعالى وهات معاك دراجي. في ناس كتير عايزة تتهلا فيكم يا صاحبي، في ناس كتير والله عايزين يتهلوا فيكم. تعالى بس والله في انا مش مغربي، انا هتهلا فيك. تعالى انت بس. اغنية تاع اخوان نرقدوا بيها في الجزائر، نوضوا بيها، نعشوا بيها، نفطروا بيها، الناس ولا تهترف يكون راقد كيما هكا يقول وقال لك دبول وقال لك دبول وقال لك دبول اذا بس العطول. قال لكم دبول العشاء بشيراتون. انتم مدعوون للعشاء فورا في فندق شيراتون. العشاء بشيراتون. تحياتي لهذا المصري الحر الذي بهدل الجزائر. كنظن ان هذا الجزائري في غير الشفاوي، ماشي بحال هذا الجزائري اللي نشوفو اللي كيدوز العطله ديالو في المغرب ومنبهر بمدينه الرباط العاصمه. وعندك تاني هذا المتحف اللي بزاف شباب، الزخرفه فيه والديكور توب. غادي ندخلكم تشوفوا شي معايا.
بيان سور عندك اطلاله على الرباط المدينه. هذا هو برج محمد السادس، وهذا ثاني مسرح محمد السادس، والمدينه هاي منها كاع من الجهه. المغرب هرب يا اخوان، المغرب مشى بعيد، ما حاضين حتى دوله، داكشي علاش ربي عاطينا وحنا غادي نحو الامام في تطور باذن الله. الى هنا سالينا لا فيديو الاخوان، نتمنى ان عجبتكم. ما تنساوش تدعموا الفيديو بجنب باش تبانعوا كوموندي الناس الاخرين، كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليق، وتهلاو في راسكم، تهلاو في والديكم على مولانا.